بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم في قناتي مطبخ تيستي بيتي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ في السريع كده هنعمل شويه سندوتشات شاورما مصري، حاجه كده فاخر من الاخر، مش هتاخد معاكي وقت، في دقيقتين بس هتعملي احلى عشاء او غدا كمان. تعالي نشوف عملنا الجمال ده ازاي. في الاول كده بتقطعي الفراخ شرايط رفيعه. هاتي بقى علبه زبادي، حطي عليها بصله مبشوره والتوابل بقى اللي عندك كلها، بصل بودره، توم بودره، بابريكا، فلفل اسود وملح وشطه، وحطيت كمان شويه من الهوت صوص وشويه خل. قلبي بقى الخلطه دي كلها مع بعضها وانزلي عليها بالفراخ وقلبيها كويس جدا، وبتتساب في الخلطه دي تقريبا ساعتين، وكل ما تطولي فتره التتبيل كل ما يبقى احسن. هاتي بقى طاسه على النار وحطي فيها شويه زيت وحته زبده، وانزلي بالفراخ زي ما هي بتتبيلتها، ما تشيليهاش من التتبيله ولا تنضفي التتبيله من عليها. حطيها على الطاسه السخنه وقلبي لحد ما تشرب الميه بتاعتها، وانزلي عليها بقى بالخضار. والخضار هنا ما بيستويش، بنسيبه فريش زي ما هو، بيبقى ظاهر وليه قرشه حلوه كده بتبان في الشاورما. واعملي بقى احلى سندوتشات شاورما في الحياه. الشاورما المصري بتتحط في عيش كايزر. حطيت تحتها صوص، ده صوص كده عبارة عن كاتشب ومايونيز ومستردة، وبعدين حطيت الشاورما وحطيت عليها الطحينة. دي سلطة الطحينة عادية جدا. وبالهنا والشفا. لو الفيديو عجبك ما تنسينيش بقى باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس للقناة لو محتوى قناتي بيعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.